كان عندي قلق عام تحول إلى حالة هلع، أفكار سلبية مستمرة يعني أثرت على جودة يومي. بدأت أطبق تمارين التنفس باستمرار. في البداية كان صعب علي لما أجي أغمض عيوني أتنفس، إنه بحاول أتخيل أشياء إيجابية كان يجيني خوف شديد، فأوقف التمرين من الخوف. مع تنميل طبعا بالأطراف وثقل في الرأس. بس ظليت أستمر على التمرين، يعني قلت إنه هذه أعراض طبيعية. ومع الوقت اختفت عندي هذه الأعراض بعد رابع يوم تقريبا، وخلال أسبوع اختفى عندي القلق، يعني إنه يكون مستمر بشكل يومي اختفى عندي. وقبل يعني لما كان عندي محاولات مستمرة إني أنام في الليل، فما كان عندي القدرة إني أنام بالليل، يعني حتى لو كنت ضليت سهرانة على أساس أنام بالليل ما أنام. فمن بعد تمرين التنفس صرت أقدر أنام بالليل يعني براحة الحمد لله. وكمان كان شيء عندي صعب إنه يعني آه، مع حالة، طبعا تجيني حالات هلع، وحاليا الحمد لله اختفت. ممكن نعرف أنت كم يوم بديتي والفترة اللي تعانين منها كنتي من الهلع والقلق الحالات النفسية؟ أنا حاليا عمري 26، والقلق موجود عندي من عمري 14. طبعا ما كنت بهذيك الأيام أفهم إيش يعني هلع وإيش يعني، ما 12 كان سنة. يعني أي ما كان يعني معروف. كانوا يقرؤون علي آيات ويرددون آيات باستمرار يعني على أساس إنه تخف. طيب كم يوم طبقتي تمرين تنفس وهاي الأشياء اللي أخذتيها؟ حاليا لي أسبوعين. أسبوعين. أيوة أسبوعين. ومع طبعا خل التفاح. طيب في كل مرة كم دقيقة تطبقي وكم مرة باليوم؟ أطبقها أول ما أصحى من النوم الصباح، يعني أكثر من 30 دقيقة، وفي المساء كمان أكثر من 30 دقيقة. حلو. حلو. وأوقات أزيد كمان يعني طيب. بزيادة. طبعا هو في البداية ترى يعني اللي بيطبقون تمارين التنفس ترى تكون صعب وثقيلة، بس مع الوقت والله أنكم تتحمسون تزيدون يعني دقائق أكثر وما تحسون في الوقت نهائيا. هو شوف، هذا تمرين تنفس اللي ما يطبقه يحتاج فقط إصرار. إصرار صح. إصرار إنه أنا لازم أطبقه. وأنت هذا اللي سويتيه بالبداية، ما شعرتي بأشياء مخيفة تجيك، بأفكار مخيفة، بس صح. أصريتي عليه وطبقتي. ممتاز. والفترة المثالية اللي هي نص ساعة أو أكثر، وحصلتي النتيجة هاي اللي صح. ما تحتاجين لا طبيب نفسي ولا حبوب نفسية ولا هم يحزنون.